احنا ساندنا إيران. وتنساندوها وغنساندوها، لأنه كيف ما كان الحال، كيف ما كان الأخطاء ديالها، هي الدولة الوحيدة اللي بقت كتدافع على فلسطين جهد المستطاع ديالها. لا تهم فلسطين، هي عندها المشروع الفارسي والمشروع تاع الكيان، مشروعان متنافسان أيهما يأخذ الحصة الأكبر من كعكعة هذه الأمة. مالكم دايرين هذا؟ ولذلك هم لا يهمهم قضية فلسطين بقدر ما يهمهم تحقيق أغراضهم وتحقيق تنفيس حقدهم في الأمة، لأنهم يرون عمر الذي سقطت الإمبراطورية الساسانية تحت سنابك خيلهم، يكرهون، يبغضون، يسبون، بل يمجدون أبو لؤلؤ المجوسي هناك في طهران، وقد بني له ما يسمى بهذا الضريح لكي يلعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف تكون لكم إن شاء الله تبارك وتعالى مودة لهؤلاء؟ إذا فتقول أنهم يقفون مع فلسطين، أين كانوا؟ أين كانوا؟ حتى هذه الحرب التي دارت الآن هل هي بسبب فلسطين؟ لا، وإنما هي رد فعل لما قام به الكيان الذي اخترق إيران واستطاع أن يصل إلى كل عقوله، لا في المجال العلمي ولا في المجال العسكري. هذه الجمهورية العربية الإسلامية الإيرانية، اقلع الإسلامية، لأن البلاد الوحيد اللي ما في شيء المساجد في طهران. واسمعوا إلى المفكر الإسلامي عبد الله النفيسي الكويتي حينما كان هناك وأراد أن يشهد صلاة الجمعة فلم يجد، ويتحدث ويقول: لليهود كنائسهم، للنصارى كنائسهم، إلا المسلمين، بل رفض أحد السفراء وقد التقى معه وهذا موجود ومسجل، وطلب منهم شراء قطعة أرضية لبناء المسجد، فقال: هذا لا يمكن للمسلمين أن نسمح لهم ببناء المسجد. أصحاب المساجد كيف في أمريكا؟ كيف حتى في الربيع؟ هي غير موجودة في إيران. مالكم دايرين هكذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتعرفون ما الذي يقوله على الله في كتاب نعمة الله الجزائري؟ إن الرب الذي صاحب نبيه أبو بكر ليس ربنا، النبي الذي صاحبه أبو بكر ليس نبينا، القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام 6636 آية، هذا ليس القرآن، هذا محرف.